كان في مرة ست عجوزة اشتكت لأهلها وولادها وأحفادها إنها عمرها ما ركبت القطار ده أبدا. راحوا حجزوا لها تذكرة قطار علشان تروح تزور صديقتها اللي في بلد تانية. وهي راكبة القطار أول كرسي لقته متبهدل ومتقطع، زعلت قوي لما اتحجتها راحت على أول القطار تقعد على كرسي تاني. لقى الطفل عمال يزعق ويصرخ ويشغب في أمه، زعلت واتزرزرت وقامت قايمة راحت على الكرسي التالت ورا خالص في القطار. لسه بتقعد لقته سخن والشمس عاملة المكان كله حرارة. غضبت وقامت وقعدت في كرسي رابع. لسه يا دوب هتبص كده من الشباك وتستمتع بقى بالمنظر الجميل اللي بره، المحطة جت والمفروض تنزل. ندمت إنها ما استمتعتش من أول لحظة بالمنظر الجميل اللي بره، وقعدت تشتكي كتير وتغضب كتير وتتزرزر كتير، واتعلمت إنها تستمتع بالرحلة. اتعلموا إنكم ما تستنوش اللحظات تعدي عشان تستمتعوا في الآخر، لأن مفيش حاجة بتخلص غير عمرك. استمتع بالرحلة.